بالراحة يا هالاند، الراجل مش قدك. واصدقاء الامس بقى خصوم النهارده جوه البرنابيو. هالاند وزملائه ابو الكباتن عملوا حتة ماتش على ريال مدريد اللي قدم واحدة من اسوأ مبارياته في دوري الابطال وخسر 2-1 جوه البرنابيو وسط جمهوره. مش عارف اقول لك ايه يا عزيزي المدريدي، ولكن دفاعك كارثي، يعني محتاج له صيانة. اما عن فينيسيوس فاختفى في الوقت اللي كان ريال مدريد محتاجه، وغياب امبابي اللي كان مصاب كان باين قوي وفارق جوه الملعب. يمكن رودريجو شوية اللي كان باين في خط الهجوم، وهو اللي سجل هدف ريال مدريد الوحيد. ولولا كورتو وابو الكباتن كان ريال مدريد طلع خسران بنتيجه اكبر من كده. حتى راؤول اسينسيو خرج متضايق وما كانش راضي عن تغييره. كل اللي انا بقوله لك ده ابو الكباتن خلى جمهور ريال مدريد غضب على اللعيبه وفجروا البرنابيو بهتاف واحد، اظهروا بعض الشجاعه، وده ابو الكباتن من كتر سوء المستوى. اما عن هالاند فالراجل عمل اللي عليه وسجل من ركله جزاء، بس يعني اتمشى كده ما احتفلش. اما عن مانشستر سيتي فعرف يمشي الماتش زي ما هو عاوز، امتى يهاجم، امتى يدافع، امتى مشي كوره، وامتى استقبل اللعب، وفعلا خرج كسبان. اما عن تشابي الونسو فكل التقارير بتقول ان مساله اقالته هي مجرد وقت، وان بريز رئيس ريال مدريد مش هيرحمه في الايام اللي جايه.